مساكم الله بالخير. اليوم قصة قصيرة بحكي لكم إياها. في هذا الموسم كان واحد من أسوأ المواسم اللي قدمها الهلال، واعتادوا الهلاليين سنوات طويلة كلمة هارد لك يسمعونها في السنة مرة، مرة ونص، مرة وربع، وفي مواسم ما سمعوا فيها هارد لك. السنة هذه ما في إلا وجع وألم، خسائر وتعادلات وتعثرات، ومن بطولة لبطولة يطلع. ما تعودوا الهلاليين على السالفة ذي، الجو هذا ما لهم فيه. فبالنسبة لهم السنة هذه سنة عجيبة. وانتقل الفريق من الرياض إلى جدة عشان يلعب دور الثمانية لدوري أو بطولة نخبة آسيا. وكانت التوقعات صراحة، يعني ما نكون صريحين، ما قدر هلالي يرفع صوته، لأن الفريق ما هو يعني ما هو في أفضل حالاته، وكله يقول لك الله يستر الله يستر ايش بيصير في ملعب الإنماء. ويبدو أن الضغط الجماهيري الهلالي والعتب الكبير، يعني الهلاليين كان باقي عليهم تكة وينفجر الغضب الجماهيري. اجتمعوا اللعيبة، جلسوا مع بعض، يا ولد ما دون الحلق إلا اليدين، وش نسوي؟ والله قط في دين في طريقهم الفقير إلى الله نادي جوانجو الكوري، وتسلطوا عليه الرجاجيل. وخذ عندك 1 2 زو، 3 أخ، 4 أح، 5 أف، 6 يا راسي، 7 الحكم صفر يا الله معطيك شوية قوة تفتري على الناس. عماد السالمي لاحظت في حرص كبير كان اليوم من الهلال انه يحبط الفريق. صحيح. يعني هدف هدفين، طب اهدى، مصر يرفع عدد الاهداف عشان يوصل الفريق الكوري الى الاحباط الكامل. صحيح. شوف تركيز في ايش؟ 7 أهداف انتهت و7 لاعبين سجلوا، يعني مش لاعب كرر وسجل هدفين، هذه نقطة مهمة. الاساسي سجل والبديل سجل. لو ترجع بس للتفاصيل ونخش ملعب شوي ونشوف، ترى الامور الدفاعية هي سبب فوز الهلال بال7، مش الامور الهجومية. الناس منضبطة، خصوصا سفيتش. انت ابو بدر لما بدايه المباراه يتسجل عليك هدف مبكر، هذا الفريق الكوري اكيد راح يجي الاحباط. ولما يطلع بالكره صح بونو يمنع من التعادل في هدف صريح. يعني في ناس يقول لك الفريق الكوري ضعيف، اي ضعيف؟ في اول ربع ساعه بلمستين يكسر دفاع الهلال. احبط هو بعد الهدف الثالث بدات قراراته تخذله، لكن اول ربع ساعه لا كان خطير وعنده فكره يبغى يشتغل عليها 100%، وعارف الهلال يسوي الضغط العالي ويسوي. لكن الهدف المبكر زائد ياسين بونو في هذه اللقطه شو النتيجه؟ النتيجه 1-0، ياسين بونو جول محقق 100%. فهذا من بعد هذا اللقطه بدا الاحباط، صار الهلال متفوق. هذه زي واحد تكون تعرف وين يوجعه، فجي تقول له هنا يوجعك، يقول لك ايوه هنا يوجعك. هم جايين ابو بدر، هم جايين من كوريا الجنوبيه يدورون هذه اللقطه، جاتهم بونو منعهم قال لا ما تاخذونها بكل اختصار. طيب عبد